تعرف ان الجن انواع؟ الجن هي مخلوقات مخلوقه من النار زي ما اتوصفت في القران الكريم، زي ما الانسان اتخلق من طين بالظبط، وعندهم قدره على التناسل زينا بالظبط ومتوزعين على قبائل، وعندهم كمان القدره على تغيير اشكالهم. كلمه الجن معناها في اللغه العربيه هي الاستتاره او الشيء الخفي، يعني الشيء الغير ظاهر. والجن من المخلوقات المكلفه زيها زي البني ادمين بالظبط، في منها المؤمن وفي منها الكافر. طب ايه هم بقى انواع الجن؟ العمار اللي هم عمارين المكان، هم نوع من انواع الجن بيسكنوا بيوتنا ومعظم الوقت الحمامات، واغلب الجن اللي بيسكن البيوت بيكون من المؤمنين وما بيأذوش الا في حالات نادره قوي. اما بقى سكان الحمامات فكلهم من الشياطين، عشان كده قبل ما بنخش الحمام بنقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث. نيجي بقى للنوع الثاني وهو القرين، وهو شيطان موكل بالانسان من ساعه ما بيتولد لغايه ما يموت، وظيفته انه يوسوس للانسان بفعل الشر. ولكل انسان قرين من الشياطين وقرين من الملائكه، فيهم من الملائكه اللي بيحثك على فعل الخير، من الشياطين اللي بيحسك على فعل الشر. النوع الثالث هو المارد او المردة، وده نوع من انواع الجن بيتميز بحجمه الضخم، ورغم طول قامته وحجمه الضخم الا ان هو مش من اقوى انواع الجن. نيجي بقى للعفريت، وده بقى اقوى فئات الجن على الاطلاق، وده بقى بيعتمد على حجمه. يعني عفريت صغير من الاقزام يقدر يقتل مارد عملاق من المردة، وقوته كبيره جدا لدرجه ان في حادثه شهيره ذكرت عن سيدنا سليمان انه عرض عليه انه ياتيه بعرش سبأ قبل ما يقوم من مقامه. طب دلوقتي احنا عرفنا انواعهم، هل ليهم فئات؟ كل فئه بتعتمد على مكان السكن والوظيفه، في منهم الطيارين والغواصين وساكني الجبل، وفي ساكني الكواكب وانواع تانية ما نعرفهاش. لحد هنا وده يعني معلومات بسيطه قوي عن الجن، في معلومات اكتر لو قعدنا نتكلم فيها مش هتخلص. لو عايز نعمل لك حلقه تانية تنساش الفولو على كل بلاتفورم ولايك. سلام.